ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا تاني بفيديو جديد بعد غياب طويل. هنعمل لكم بقى حاجه حلوه بما اني ما صورتش بقالي فتره كبيره، فحبيت ارجع بقى بحاجه حلوه كده وجميله. وهي البسبوسه. طبعا دي حاجه اقرب لقلبي ولقلبكم كمان ولقلب مصر كلها. آه معانا هنا البسبوسه. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف كده هنعمل ايه. معانا 3 كوبايات من السميد، يعني نص كيلو سميد. ومعانا هنا 4 معالق من السكر. السكر ده اختياري، حبة حبة مش حبة تمام. نص كمية السميد بتتحط سمنة، بس طبعا انا هحط كوباية سمنة على ال3 كوبايات من السميد. وهنا برضو كوباية زبادي، بيبقى حجمين زبادي. ومعانا البيكنج باودر، ومعانا الفانيليا والملح. وهنا بقى السيرم اللي بيتعمل بسبوسة. معانا كوباية من السكر وكوباية من المية، نص ليمونة او ليمونة كاملة. نبدأ كده. اول حاجة هنعملها هناخد السميد كده، هناخد كده حاجات السيرم وهنولع عليه. اول ما هنيجي نحط الحاجة في الفرن هنحطه كمان عشان يتعمل، عشان لازم يبقى سخن جدا. تمام. هنا اول حاجة بقى نبتدي هنحط السميد كده، هننزلوه. سامحوني بس لو الدنيا مش جايه كويسه، بس عشان خاطر انا اللي ماسكه الكاميرا. اهو الحجم التلاتة اللي احنا هنحطوه. هنحط السكر. انا بحب احط البيكنج باودر والفانيليا اخر، بحب احط الفانيليا والملح اخر حاجه عشان خاطر الفانيليا تفضل ريحتها لسه موجوده. وهناخد اول حاجه، انا بحب احط السمنه عشان خاطر اقلبهم الاتنين ببعض. فانا الاول هخلط السكر كده مع السميد كويس جدا. لازم الحاجه اللي نعمل فيها تبقى ناشفه قوي عشان خاطر ما تتبلش مننا ولا اي حاجه. هنا بناخد بقى مقدار السمنه بتاعنا. هي ديت سمنه بلدي، بس هي لونها ابيض فجاي في الكاميرا اصفر. طبعا احنا هنا بقى لازم نرملها كده عشان انا خاطر انا بحب السميد بالسكر يبقى مترمل كده خالص مع السمنه. ونعمل كده بقى. بصوا بقى هنا كده بعد ما وصلتها للي انا عايزاه، اللي هو انا بحب جدا تبقى كده نص مترمله كده شبه رمله الميه. تمام. بعد ما عملناها كده بقى ودمجنا السمنه قوي وتاكدنا كويس قوي ان السمنه بقت فيها كويسه كده، هي هنحط البيكنج باودر. في ناس بتحب تحطه في الاول، بس انا بحب احطه في الاخر. ونحط الملح والفانيليا، وبرضه نعمل كده بس تقليبه بسيطه كده خالص. ولما ننزل الزبادي حتى يتخلط كل ده كويس مع بعضه. تمام. بس كده مترمله خالص. هنا بقى كده هناخد العبوتين من الزبادي. نعمل كده العبوتين من الزبادي انا ضحطتهم في الخلاط ضرباهم عشان خاطر يبقوا بيقلصوا كده وكده، عشان خاطر انا بحبها تبقى سايحه كده وكأنها لبن. الطاول برضو شغاله كده اني ادمجهم كويس قوي. هنا كده انا خلصتها بقى. لو احتاجت منكم شفتوا اللي هي الزبديتين قليلين عليها، فهو انتوا ممكن تحطوا لها لبن. اوكي بس ندوت كده بقى شكلها في الاخر. هنا هنجيب، هنا حطينا السمنه بقى في البايركس بتاعنا وندهنه كده كويس جدا. تمام. ممكن احنا هنا هحطها في الميه عشان خاطر الميه دي احنا هنحطها على الوش. وننقل بقى
الخلطة بتاعتنا من هنا لهنا. هنا بقى كده بعد ما نزلتها اهوت، وزي ما قلت لكم حسيتوها اللي هي معاكم جامدة شوية، فانتوا ممكن تزودوا لها لبن. مش موجود لبن ممكن تحطوا مية، مفيش الاتنين، وفي زبادي ممكن تحطي زبادي، اي حاجة تخليها قوامها مظبوط معاكم. وهنمشي بقى فيها كده، هي مش رقيقة خالص وفي نفس الوقت مش عالية خالص. انا كنت هعمل مقدار كوبايتين بس، مكنتش هكمل النص كيلو كله، بس حبيت اعملها يعني عشان متبقاش معاكم اي فول بايركس خفيفة خالص وما تحبوهاش، او انتم تكونوا مش اخدين ان انتوا بتعملوها كده. بس انا بعمل البسبوسة دايما بعملها رقيقة خالص عشان خاطر بنحبها كده. تمام. لقيتي ديت جامدة في ايدك او حاجة، او مش عارفة تفردي بقى كويس، فانت ممكن هتنزليها كده في المية بس كده اهو، وتعملي كده. طبعا لو انت مش عاملاه بايركس فهتهبديها على بلانشة او حاجة، لكن خاطر عشان هي بايركس والبايركس مينفعش طبعا يتهبد، فانت حاولي على قد ما تقدري وانت بتفرديها كده تخليها كلها نفس السمك، يعني متبقاش حتة قطع وكده. وهي كده نبقى خلصناها، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200. وهاتي الجوانب دي كده مبلاش نخلي فيها جوايا حاجة كده. هنحطها في درجة حرارة 200 من ما بين 35 دقيقة ل40 دقيقة حسب الفرن عندك، بس احنا هنفتح عليها كمان 30 دقيقة بالظبط نشوفها ايه اخبارها، لان الدنيا تمام هنطلعها، ما لقيناهاش تمام هنسيبها 5 دقايق كمان. وهنا وانتي في الخطوة دي بتاخد جهزي السيرم اللي هيشربها لما يطلع، اللي هو سيرم الشربات، وتحطيه على النار. اوكي، بصوا بقى هنا كده الجميل، هنا كده بعد ما طلعت هي لونها احلى من الكاميرا، بس الكاميرا ظلموها. هنجيب بقى السيرم بتاعها ونشربهولها. تمام، التكة دي هي دي بس، ونغطيها بقى على طول. بعد ما نحط الخطوة دي نغطيها على طول لحد ما تشربوا كده خالص. بصوا كده بقى الجمال بتاعها تحفة. بصوا اصلا ده السمك بتاعها، ده القعر بتاعها. بصوا اللون اصلا لونها جميل جدا. حتى بصوا هنا في البايركس مخدتش، ما اتحرقتش خالص ولا اخدت لون جامد، هي كل اللون الاخداه اللي هو لونها طبيعي. بصوا بقى دوقوا، حقيقي جنان، بتبوظ كده لوحدها يعني. انتي مجرد ان انتي بتاكليها كده هي طعمها بجد تحفه قوي. متنسوش تجربوها، متنسوش تحطوا بقى كومنتات جميله كده زيكم، وبقى دعواتكم السكر ديت ياريت تزيدوا منها شويه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك، متنسوش تعملوا شير بقى لاصحابكم عشان يعرفوا الطريقه بتاعتها البسيطه خالص ديت. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.